تعالوا بينا ندخل على أحداث قصتنا الجديدة واللي هنشوف فيها البطلة نورة اللي بتكون عالمة أحياء، وبتحصل حادثة غريبة بيظهر فيها كائن ضخم محدش بيعرف إيه هو، وبتتولى مهمة دراسة الحادثة. تفتكروا إيه اللي هيحصل وإيه اللي هتكتشفه نورة؟ هنعرف كل ده، ولكن تعالى بقى أحكي لك القصة من أولها. وبنروح بسرعة لنورة ووالدها توبياس، وهما بيتسلقوا جبل وبيقعدوا على قمته. بيحكي توبياس لبنته عن أسطورة قمم جبال الغول اللي بتحكي عن زفاف حصل زمان لغيلان الأرض، وإنه 13 غول سكروا في الفرح لحد ما الشمس طلعت وتحولوا الأحجار وشكلوا جبال الغول. والدها بيقول لها إنها لو عاوزة تشوفهم لازم تركز بقلبها وتؤمن بالأسطورة. بتغمض نورة عيونها وبتتمنى تشوف الغيلان، ولما بتفتح بتقدر تشوف وشوش الغيلان في الجبال. وبيقول لها والدها إن الغيلان بتتحجر لما بتشوف الشمس. بتمر 20 سنة وبتكبر نورة وبتبقى عالمة أحياء، وبتكون بتنقب عن حفريات في ساحل المحيط الأطلسي. لكن بيجي زميل لها وبيبلغها إن الجامعة قررت وقف تمويل الحفر لأنهم شغالين من 6 شهور وما لقيوش حاجة. لكن بتلاقي نورة حفرية لهيكل ديناصور، وبيجي فريقها يحفروا عشان يطلعوها. بنروح لجبال دوفر اللي بيكون بيحصل فيها أعمال هدم للجبال عشان يحفروا سكك حديدية جديدة، وبيكون في مظاهرات من السكان لوقف هدم الجبال وإنقاذ الطبيعة. بيفجر العمال نفق في الجبل، وبيحصل فجأة هجوم على العمال في النفق، وبيتهدم النفق على كل العمال، وبيتم اختفاء الخبر عن الإعلام. وبتبدأ طيارات حربية تعمل مسح شامل على المنطقة، وبتظهر آثار غريبة حوالين الجبل كأنها أقدام ضخمة. وبتوصل صور لرئيس الوزراء اللي بتطلب من مستشار أندرياس إنه يجمع فريق من أفضل الباحثين في علم الأحياء. بيتم إرسال طيارة لنورة ومش بتكون فاهمة اللي بيحصل، فبيقولوا لها إنها حاجة تخص الأمن القومي. ولما بتوصل نورة الاجتماع بيبدأ وزير الدفاع يتناقش مع العلماء عن الآثار، وبيقول إنه شاكك إنه هجوم عسكري، وبيكون رأي العلماء إن التربة اتحركت وهبطت نتيجة الانفجار. وبيكون لنورة رأي مختلف، وبتقول إن دي آثار أقدام لجسم عملاق فبيسخر منها كل العلماء. بتحصل حادثة في بيت أسرة في قرية جنب الجبل، بيتهدم بيتهم فجأة، وبيوصل الخبر لرئيسة الوزراء. فبتنطلق نورة وأندرياس على مكان الحادثة، ولما بيوصلوا بيقابلهم النقيب كريس وبيوريهم آثار الأقدام، وبيقول لهم إن كان في جسم ضخم تم رصده لكنه اختفى. بيبدأوا يحققوا مع أصحاب البيت اللي بيقولوا لهم إن الجو فجأة غيم والجبل اتحرك وإنهم استخبوا في البدروم. تتتبع نورة وأندرياس الآثار اللي بتكون ضخمة جدا وبتختفي على بعد 200 كيلو عن الجبل. وبتفتكر نورة الأسطورة اللي كان بيحكيها لها والدها زمان. بتروح نورة تزور والدها اللي بيكون عايش لوحده ومنعزل وبيهاجمهم بالسلاح لما بيشوفهم، لكن نورة بتحاول تهديه. ولما بيدخلوا البيت بيشوفوا أوراق كتير وأخبار عن الغيلان متعلقة على الحيطان. بتحكي نورة لوالدها اللي حصل وبتوريه الفيديو، فبيقول لهم توبياس إن الحكومات عارفين من زمان بوجود الغيلان، وإن البشر هم اللي مش سايبين الغيلان في حالهم، وإن الغيلان اختفوا بسبب انتشار الكنايس. فمش بتفهم نورة إيه العلاقة، وبتقول له إنها حتى مش لاقية حمضهم النووي في الجبال. بيطلب توبياس إنه يروح على المكان اللي اختفت فيه الآثار، ولما بيوصلوا على المكان بيتصرف توبياس بطريقة غريبة وبيشم الأرض وبيدوق الأعشاب. فبتتحرج نورة وبتطلب منه إنهم يمشوا. بتغيب الشمس فجأة وبتشوف نورة ووالدها عين في الجبل، وبيتحرك الجبل وبيظهر غول ضخم، فبيهربوا كلهم وبيصوروه بالطيارة قبل ما يمشوا. بيبعتوا الفيديو لرئيسة الوزراء، ولما بيوصلوا على مقر القيادة الخاص بكريس بتقول نورة لوالدها قبل ما يدخلوا الاجتماع إنه ما يقولش إن الكائن اللي شافوه ده غول، لأنها محتاجة تدرسه الأول. بيدخلوا الاجتماع وبتحاول نورة تشرح بشرح بسيط اللي حصل، لكن توبياس بينفعل وبيقول لهم إن الكائن ده غول حجري عملاق حقيقي، وإنهم لازم يوقفوا أعمال الحفر في الجبل. بتحاول نورة تقنع رئيسة الوزراء تسيبها تدرس الكائن الأول، لكنها بتقولها إن الجيش بقى هو المسؤول وإن مهمتها انتهت. بيأمر وزير الدفاع بالتحرك لمكان الغول والتخلص منه، وبتقرر نورة ووالدها وأندرياس يساعدوا الغول. وبتطلب نورة من كريس إنهم يروحوا معاهم، وبتقول له إنهم مش هيتدخلوا عشان ما يحصلش له مشاكل بسببهم. فبيوافق كريس وبتتجه القوات للمكان. لما بيوصلوا بيجهزوا أسلحتهم ومعداتهم عشان يتخلصوا من الغول. بيحكي توبياس لنورة عن سبب كره الغيلان للكنائس، وبيقولها إن أجراس الكنائس بتفكرهم بالحروب وإنهم بيشموا ريحة المسيحيين وبيقتلوهم. بيظهر الغول وبتبدأ قوات الجيش تهاجمه بالأسلحة والدبابات، لكنه مش بيتأثر وبيغضب الغول وبيهاجمهم. فبتستخبى نورة ووالدها وكريس وأندرياس ورا شجرة، وبيكون معاهم جندي ماسك صليب وبيصلي، فبيشم الغول ريحة الجندي وبيقتله. بيخرج توبياس يتكلم مع الغول وبيحاول يهديه، وبيهدى الغول فعلا. وبيكون توبياس سعيد إن أبحاثه طول السنين طلعت حقيقية وإن بنته أخيرا صدقته، لكن بيستغل الجيش الفرصة وبيضربوا الغول تاني، فبيغضب وبيقتل توبياس من غير ما يقصد. بيقول توبياس لنورة قبل ما يموت تقرأ مذكراته، وإنه سايب رسائل مهمة في المذكرات، وإنها لازم تروح قصر الملك وتقتلها. بترجع نورة لمقر القيادة وبتقرأ مذكرات والدها ومش بتكون فاهمة حاجة منها. بيجي كريس وأندرياس وبيسألوها عن اللي قدرت توصل له، فبتقول لهم إنه مفيش سلاح هيقدر يهزم الغول،
الغول، وان الغول بيكره صوت اجراس الكنائس، وانهم ممكن يستخدموا ده في انهم يحددوا اتجاهه، وبيعرضوا الخطه على رئيسه الوزراء والجيش فبيوافقوا لان مفيش قدامهم حل تاني. بيظهر الغول في حديقه فجاه وبتخاف كل الناس وبيهربوا، مع ان الغول مش بيهاجم حد، وبتنفذ نورا والجيش الخطه وبيعلقوا الاجراس على طائرات هليكوبتر، وبيغضب الغول وبيهاجم الطيارات دي وبيقع 3 منهم، وبتكون طياره منهم هتقع على طفل في الحديقه لكن الغول بيمسكها وبينقذ الطفل وبيكمل طريقه للعاصمه. بتفشل خطه نورا، ولما بتوصل لمقر القياده بتحاول تقنع رئيس الوزراء انهم يدرسوا الغول اكتر قبل ما يهاجموه، لكن الوزيره بتطردها، ولما بيبدا الاجتماع بتطلب من اندرياس يخرج، بيحس باهانه وبيقدم استقالته وبيروح يلحق نورا. بتطلع رئيسه الوزراء في بيان للشعب وبتطلب منهم يخلوا العاصمه لان الغول متجه لها، وانهم هيضربوه بصاروخ نووي لانه ما بقاش قدامهم حل تاني. بيبداوا اخلاء المدينه بالفعل، وبتكون نورا واندرياس في العربيه، وبتشوف نورا في مذكرات والدها اسم سيندينج، وبتلاحظ ان الاسم متكرر لكنها مش بتفهم معنى الاسم، فبيقولها اندرياس انه ممكن معناه ريكارد سيندينج اللي عايش في القصر الملكي، وانه اعلى مسؤول في الديوان الملكي. فبتفتكر نورا كلام والدها قبل ما يموت وبتفهم قصده. بتروح نورا واندرياس على القصر لكن الحرس بتمنعهم يدخلوا. بيخرج سيندينج وبيعرف نورا وبيقول لها انه كان يعرف والدها، وبياخدهم مكان تحت الارض، وبيقول لنورا ان القصر اتبنى فوق قصر ملك الغيلان، وان والدها اكتشف ده لكن محدش صدقه فاتهموه انه مجنون عشان يخبوا على الموضوع. بيوريهم غرفه حصل فيها مذبحه للغيلان كلهم ما عدا ابن الملك لانهم استدرجوه وحبسوه في جبل دوفر. بتكتشف نورا ان الغول بيقدر يتحرك بالنهار لان الغيوم مغطيه على الشمس، وبتكتشف ان الاشعه فوق البنفسجيه الخارجه من الكشاف بتحول عظم الغول لحجر. بتطلب نورا من سيندينج عربيه تنقل عليها جمجمه الملك عشان يستخدموها لاستدراج الغول خارج المدينه، وبتتصل نورا بكريس وبتطلب منه يساعدها في خطتها فبيوافق. وبيتصل اندرياس بصديقه له في مقر القياده وبيطلب منها تاخر اطلاق الصاروخ، وبتنجح صديقه اندرياس في اختراق النظام وتاخير الصاروخ. بتتحرك نورا واندرياس بالعربيه وبيستعين كريس بعربيات عشان يستخدموها لنقل الكشافات، وبيوصل الغول العاصمه وبيتجه للقصر. وتقدر نورا تستدرج الغول لما بيشوف الجمجمه على العربيه وبيفضل يجري وراها. بتقع الجمجمه من العربيه وبيشيلها الغول، وبيبان انه حزين بعد ما كل قبيلته ماتت وفضل وحيد، وبتتزحلق منه الجمجمه وبتقع تتكسر، فبيغضب وبيقرر ينتقم من نورا وبيجري ورا العربيه. بتقدر وزاره الخارجيه تشغل النظام تاني بعد ما بيمسكوا صديقه اندرياس وبيقبضوا عليها، وبيصدر امر باطلاق صاروخ. بتنجح نورا انها تستدرج الغول بره المدينه للمكان اللي متفقين عليه ينفذوا فيه الخطه، وبتنط من العربيه قبل ما يمسكها الغول. وبيشغل كريس كشافات الاشعه فوق البنفسجيه، وبتوصل الطياره اللي هتطلق صاروخ. بيبدا الغول يتحول لحجر لما بيتعرض لكشافات الاشعه فوق البنفسجيه، وبتلاحظ نورا انه بيتعذب وبيتالم وانهم بيقتلوه، فبتحس بالذنب وبتروح بسرعه تفصل كشافات الكهرباء. بتروح نورا للغول وبتطلب منه يرجع للجبال ويعيش هناك، لكن بتطلع اشعه الشمس، ولما بيشوفها الغول بيتحول لحجر. وبتفتكر نورا القصه اللي حكاها لها والدها زمان، وبتقترح نورا يسموا الصخره دي حجر. بتيجي رئيسه الوزراء وبتشكرها على انقاذها للمدينه، وبيسال اندرياس نورا لو في غيلان تاني في الجبل، وبيبان ان نورا هتبحث عنهم وهتكمل ابحاث والدها. وبنشوف الجبل اللي ظهر في اول الفيلم، وبيبان ان في غول في النفق اللي اتهدم. وهنختم احداث قصتنا على كده. لو انت متابع جديد ما تنساش تشترك بسرعه في القناه وتفعل زر الجرس عشان تتابع معانا